انا مواطن مصري حسيت بالظلم وجيت هنا عشان اعبر عن استيائي من هذا النظام الفاسد. كان ليا مطلب واحد بس، رحيل هذا النظام الفاسد الطاغية اللي بيحكمنا بقاله 30 سنة بدون اي شرعية. يقعدوا يفصلوا القوانين بايديهم عشان تبقى هي شرعيتهم، لكن هي ما فيش اي شرعية تجاه الشعب المصري. انا لا انتمي لاي حزب ولا انتمي لاي سياسة ولا انتمي لاي فئة ولا انتمي لاي حاجة غير ان انا كوني مصري اتولدت في البلد دي وعشت على ارضها وبوسط ترابها. المطالب رقم واحد رحيل نظام حسني مبارك بداية من شخصه نهاية بأصغر واحد في نظامه رحيل نهائي. رقم اثنين نحاول ان احنا نتوسم في شخص يتولى قيادتنا في فترة انتقالية. الفترة الانتقالية دي هيتخللها تغيير دستوري طبقا لتطلعات الشعب المصري اللي يعني مستني مستقبل افضل. رقم ثلاثة نعمل انتخابات نزيهة نختار من خلالها شخص احنا اللي نختاره ويمسكنا لفترة محدودة. لازم يبقى في تداول للسلطة، لازم نشوف واحد واثنين وثلاثة. لحضرات انا عمري 30 سنة ما شفتش غير الراجل ده. جهاز الشرطة اللي كان موجود ده من صناعتهم هم لأسباب معينة، لكن ده مش جهاز الشرطة أبدا. جهاز الشرطة ده جهاز أمني محترم ليه مهام محددة وبيخدم وطنه زيه زي الجيش بالظبط. بس الجهاز اللي كان محطوط ده كان إيد غاشمة كانوا بيبطشوا بيها على الشعب المصري. الظلم اللي أنا شايفه شاوي الفساد حدث ولا حرج. احنا لو جبنا كل الصفات السلبيه اللي في الدنيا كلها مش هنقدر نوصف النظام ده. كانت حالات قليله جدا ومتفرقه وهم مسجلين الخطر اللي كان على ارتباط غير شرعي وخفي مع نظام الشرطه الآثم اللي كان موجود ما بيننا. دول بقايا عناصر الشرطه، جهاز الشرطه الآثم اللي كان موجود ما بيننا، وكانوا معتصمين بوزاره الداخليه، ودول كانوا بيطلقوا ذخيره حيه على الشعب. كانوا بيستدرجوا المواطنين الصغيرين الشباب الصغير عن طريق بقى هتافات ونداءات، فيخشوا شارع ضيق يبتدي القناصه بتاعهم على الاسطح بتاعه الوزاره يصطادوا الشباب المصري. طبعا اللي يعمل كده حضرات يعني ما فيش عدو بره مصر عمل فينا كده. للاسف الجيش معهوش اي وثائق او سجلات يقدر يجيب الناس دي. لا مش الهرم ان شاء الله باذن الله هيتجابوا. المفروض ان انا بروح شغلي يوميا، معلش بس عشان انا مستعجله. بس للاسف الشديد عشان اشترك مع الناس دي ما رحتش امبارح وما رحتش النهارده. بس قلت ان انا هفقد مكاني يمكن يومين هناك، بس ان شاء الله هيبقى لي مشاركه ايجابيه هنا اكتر. احنا دلوقتي خطوتنا الاساسيه هو رحيل النظام. بعد ما يرحل ان شاء الله باذن الله هننظم صفوفنا وهنقدر نحط خطه من خلالها باذن الله هنقدر نوصل للي احنا عايزينه. انا جاي هنا وطالب النصر او الشهاده واحتسبت اهلي عند ربنا سبحانه وتعالى، بس مش قادر امنع نفسي من التفكير في الناس دي لانهم دول اهلي. ربنا يحفظهم. شكرا.